اكتر من كده علشان بس تبقى عندكم ثقة، علشان انا بزعل وانا داخله الاستوديو واحد من زملائي بيسالني هو جمال مبارك هيترشح؟ النوع ده من الاسئله بيعمل لي احباط، لان معناه ان المواطن المصري رافض يفكر، هو مستني حد يفكر بالنيابه عنه، هو المفروض يكون واصل لاجابات تخليه يبقى واثق، هو مش مستني حد لا يقول له اجابه مضلله ولا اجابه حقيقيه ولا اجابه مغلوطه. علشان كده بقول لكم ربنا يخليكم، احنا محتاجين من كل الشواهد اللي عشناها من يوم 30 لحد النهارده ان احنا نشعر بفخر لانتمائنا لهذه الدولة القادرة مش بس على إرباك وتعطيل المنظومة الدولية، لا، على إطلاق عملية البناء بشكل ناعم وهادئ بصورة متوازية مع الإرباك اللي بتحاول هذه الجماعات للأهل والعشيرة والتنظيم الدولي تعمله. اللي اختار يوم 14 من الذكاء والحنكة انه يبقى عارف ان ده يوم فاصل، فاصل في شكله ده بتاعنا كلنا، لكن فاصل في اختياره ده جهده هو وفريق عمله. قبليها مولد نبوي، عندنا يومين اجازه، احنا في اجازه الذهاب للامتحانات، ده معناه ان كل ام واب بيواجهوا مسؤولياتهم الحقيقيه، هل هيقعدوا ولادهم يذاكروا ولا كمان اثناء الاستعداد للامتحان هيسيبوا ولادهم للشوارع لاي حد، اما انه بيديهم 20 جنيه او بيضحك عليهم او يضللهم.